السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف أمير دائما مع حلويات عيد الفطر المبارك. وهذه المرة اختارت أني نشارك معكم حلوى رائعة جدا. هذه الحلوى راح تكون بمقادير بسيطة، والأهم أن راح تخرج لكم كمية كبيرة، وطبعا تجيب بزاف بلينا، يعني لازم عليكم تجربوها وراح تشوفوا يعني ما فيها والو، حاجة سهلة مهلة وبمكونات بسيطة راح تخرج لكم كمية كبيرة، حوالي 30 حبة من هذه الحلوى. استعملت فيها هذا المول اللي راه جديد في الأسواق، انتم تقدروا تستعملوا أي نوعية تاع مول، يعني ماشي شرط أنكم تتقيدوا بهذا الشكل. المهم لازم عليكم تتبعوا هذه الوصفه لانه بزاف هايله وراح ديروا بها حاله في العيد. كيما راكم تشوفون نخليكم مع الوصفه. اذا عجبتكم ما تنساوش الضغط على زر اللايك للتشجيع فقط، وايضا ترك تعليق مشجع، واللي مازال ما اشتركوش معنا في القناه واش راكم تستناو؟ لازم عليكم كامل تشتركوا وتفعلوا زر الجرس هكذا باش توصلوا بجديد الوصفات. اذا نمر مباشره للوصفه. اول حاجه حين نحضروا عجينه الصابري، يعني عجينه عاديه لكن راح نديروها بكميه صغيره. كيما راكم تشوفوا راح نحكموا هنايا 125 غرام تاع مارغرين، كنت ضفت لها رشه صغيره تاع ملح، وضفت لها ايضا 3 مغارف كبار تاع سكر البودره ولافاني. هنا تقدروا انكم تخلطوا بالباتور، انا استعملت الخلاط اليدوي يعني يساعدني شويه في الخدمه هكذا باش ما نكثروش على روحنا الماعن بزاف. نخلط الزبده هذيك مع السكر غلاس ولافاني والملح، يعني قرصه تاع الملح لازمه باش تعدل لكم الذوق. ومن بعد راح نضيف حبه تاع بيض ونبقى نخلط حتى نتحصلوا على هذا القوام. يعني تشوفوا هذيك المارغرين تاعكم عفوا بيضت شويه. دروك هنا في هذه المرحله راح نضيفوا المايزينا، عندي 3 مغارف كبار تاع المايزينا. راح نخلي لكم كامل المكونات بالملعقه ايضا بالجرام اسفل الفيديو، يعني ما عليكم تضغطوا على عنوان الفيديو. كما راكم تشوفوا هذو من المكونات. راح نجمعوا هنا العجينه تاعنا بالفرينه. الفرينه ضيفوا يعني على حسب النوعيه تاعكم، اذا كانت تشرب بزاف ضيفوا كميه يعني كبيره، اذا كانت ما تشربش بزاف فراح تضيفوا كميه قليله. ونضيفوا طبعا رشه صغيره تاع خميره الحلويات، ونبقاو نجمعوا في هذه المكونات جيدا هكذا. تقدروا تستعملوا ملعقه كما تقدروا تستعملوا يديكم. انا دائما في عجينه الصابلي ولا اي عجينه حلوى نفضل اني نجمع المكونات هكذا بالمغرف باش ما نبقاش نعجن فيها بزاف. ومن بعد منين نشوف روحي باللي يعني تحصلت على القوام المناسب، ما بقالهاش بزاف تاع الفرينه، راح نعجن بيديا. كما راكم تشوفون نبقى نضيف هذيك الفرينه تدريجيا حتى نتحصلوا على هذا القوام عجينه تاع الصابلي، يعني اللي تعرفوها كامل. دروك هنا راح نجيب يعني شويه تاع الفرينه نرشها هكذا في سطح العمل، ونفتح العجينه تاعي. السمك تاعها ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشين بزاف. كيما راكم تشوفون نفتحوها هكذا بالحلال. انا قبل كنت ندير يعني نفتح العجينه تاعي ما بين زوج تاع الاكياس بلاستيكيه ولا بين يعني بابي كويسون، لكن من بعد ما استعملت هذا الطابي راح يسهل عليا الخدمه بزاف كيما راكم تشوفوا. نقطع هنايا الاشكال اللي راكم حابينهم. اذا استعملتوا المول تاع القلب كيما انا درت قطعوا اشكال تاع قلب، اذا استعملتوا مول دائري قطعوا شكل دائري. كيما راكم تشوفوا السمك كيفاش داير. راح نحكم هنا الحلوى تاعي نديرها في صينيه وندخلها في الفرن اللي يكون مسخن على 180 درجه. هنا من جهه اخرى نجيب الديول، عندي 5 وراقي تاع ديول كنت قطعتهم هكذا الى نصفين. تقدروا تقطعوهم يعني ماشي لازم بالمقص، تقطعوهم بيديكم، ديروهم في صينيه وتدخلوهم للفرن اللي يكون مسخن يعني على 180 وتخلوهم يتحمصوا معكم. بالنسبه للناس اللي عندهم الاير فراير تقدروا ايضا ديروهم في الاير فراير، يعني ماشي يدوم لكم وقت بزاف. انا كنت درتهم هنا في الفرن، ودوك تشوفوا يعني بعد ما يتحمصوا كيفاش يولوا دايرين، راح يولوا مقرمشين وراح نعوضوا بهم يعني الفويتين في هذه الوصفه. شوفوا لهنا كيفاش ولاو الوراقي تاع الديول. دروك واش راح نديرو؟ راح نجيبو اناء ونحطو فيه الوراقي تاع الديول تاعنا، يعني نقسموهم هكذا اطراف صغار. هاد الوصفه راح تكون بزاف هايله، راح تجي فيها قرمشه مع البنه تاع المكسرات مع يعني شوفوا تجيكم من اروع ما يكون. شوفوا هنا الديول كيفاش يجوا، يعني للناس اللي ما يقدروش يشروا الفيتون لانه الثمن تاعها شويه غالي تقدروا انكم تستعملوا الديول في الوصفات تاعكم، وراح تبقى معكم القرمشه لاطول فتره ممكنه. هنا راح نبدا نكرفسيهم هكذا باستعمال اليد، غير بيديكم فقط هكذا كرفسوهم، ما ديرهمش في الاشوار لانه راح يترحوا معكم بزاف. حنا ماذا بينا تقعد يعني القطع تاعنا يقعدوا شويه خشان ماشي خشان بزاف كيما راكم تشوفوا هكذا باش تبقى معنا هذيك القرمشه. هنايا صراحه انا كنت ضفت كاس تاع كاوكاو محمص وملحين، نتوما تقدروا تضيفوا اي نوعيه تاع مكسرات ما يهمش. نضيفوا هنا زوج كيسان تاع بسكويت اللي يكون مطحون. كيما راكم تشوفوا نخلطوا هذه المكونات، خلطوهم هكذا مليح حتى يتجانسوا مع بعض. من جهه اخرى كنت ذوبت 500 غرام تاع شوكولاته بيضاء اللي كنت ضفت لها 5 مغارف كبار تاع الزيت. شوفوا كيفاش ذوبتها، لازم تكون هكذا.
ونروحو نضيفوها مباشرة لهذاك الميلونج اللي كنا خلطناه اللي فيه البسكوي المكسرات وأيضا الديول اللي كنا حمصناهم. كما راكم تشوفوا في هذه المرحله نضيفوا كامل الكميه تاع الشوكولا. وباش نضيفوا البنه للحلوى تاعنا راح نضيف ملعقه كبيره تاع لاباطا تارتيني تاع النوازيت اللي تعرفوها كامل. راح نضيف لكم بنه هايله للحلوى تاعكم. ومن بعد نروح نخلطوا كل شيء مع بعض. يعني هنا يبقاو تخلطوا ما تخافوش. في المرحله الاولى راح تبان لكم باللي الميلونج تاعكم راح يجي ناشف، لكن يعني مازال ما تخلطوش مليح، بقاو تخلطوا كيما هكذا. كما راكم تشوفوا انا حاولت نخلي لكم كامل المقطع ما نحيت منه والو باش تعرفوا باللي راكم في الطريق الصحيحه. نخلطوا هكذا مليح. ودوك نوريكم القوام اللي لازم تحصلوا عليه. كما راكم تشوفوا يعني هكذا نبقاو نخلطوا حتى نحصلوا على هذا القوام يكون كيما تاع الطمينه سوا سوا. ومن بعد راح نجيبو هنايا المول اللي راح نستعملو. انا استعملت هذا المول اللي راه داير حاله تلقاوها في كامل المحلات. تقدروا تستعملوا اي مول تاع السيليكون، ماشي شرط تستعملوا هذا، المهم يكون محفور في الوسط باش تطيقوا من بعد ديروا كريمه البندق. هنا راح نعمر هذاك الخليط اللي كنا حضرناه. يعني الحلوى تاعنا راح تكون بدون طهي، راح يكون فيها فقط الطبقه التحتانيه اللي نطيبوها تاع الصابلي. وراح نعمر هذاك الميلونج. رايحين على بالي راح تسقسوني تقولوا لي شيف امير هذاك الميلونج اسكو كون نخلوه برا راح يجمد معنا؟ طبعا اكيد راح يجمد معاكم، لانه هذه الحلوى يعني تخلوها فقط في الفريجيدير مده نص ساعه راح تجمد معاكم وتحكم روحها، يعني تولي حاكمه روحها. لكن من تعضوها هكذا تدوب في الفم، ماشي زعما ديك الحكمه روحها قاصحه بزاف. لكن اذا المزيج تاعكم يعني كنتو درتو كميه كبيره وجمد معاكم، تقدروا انكم تعاودوا تسخنوه اما في الباماري لانكم تعرفوا راه فيه الشوكولا فقط، ولا تقدروا انكم تسخنوه في الميكرو اون فقط 30 ثانيه. راح يعاود يطلق روحه وتزيدوا تعمروا الليمون اللي بقاو. هنايا هذه المرحله مهمه جدا. كما راكم تشوفوا انا ما كنت بازيت عليها بزاف، فكما لاحظتوا يعني في البدايه تاع الفيديو الحلوى تاعي جوني فيها شويه هذوك لي بولدار. هنايا لازم عليكم تخبطوا مليح المول تاعكم وتشوفوا اذا كاين كاش فراغ ولا تعاودوا تعمروه. المهم المرحله باش تخبطوا فيها البلاط تاعكم ولا هذا المول تاعكم مهمه جدا. لازم عليكم تضربوه مليح باش تخلصوا من كامل الفقاعات والحبه تاعكم تجيكم فينيه. هنا كنت خليته في الفريجيدير مده نص ساعه، ولا تقدروا ديروه في الكونجيلاتور مده ربع ساعه تقريبا. ومن بعد تروحوا ديمولوه وشوفوا كيفاش يجي الشكل تاعو. يعني الشكل تاعو يجي هايل ويجي بزاف بنين، من اروع ما يكون. كنت هنا دوبت شويه تاع شوكولا بلون، ولا تقدروا ديروا لاباطا تارتيني ولصقوا بها الحبه تاع الحلوى تاعنا مع الصابلي. صراحة أنا عجبني بزاف هذا المول، لأنه يعني خرج لي كمية كبيرة حوالي 30 حبة، وأيضا الشكل جا بزاف هايل. كما راكم تشوفوا يعني يتنحى معنا بكل سهولة. نديرو كمية تاع شوكولا ولا باتا تارتيني ولا مربى ولا كيما تحبوا نتوما. المهم الحاجة اللي تلصق تقدروا ديروا جلوكوز مثلا، ولصقوا الحبة تاعنا تاع الحلوى مع الصابلي. شوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي. هنا بعد ما كملت الحبات اللي كنت يعني درتهم كمرحله اولى، لانه مازال عندي مول واحد اخر كنت عمرته في الكونجيلاتور. راح نجيب هنايا لاباطا تارتيني تاع النوازيت. تقدروا ديروا طوفيا كراميل، تقدروا تعمروا في الوسط باش حبيتو. نعمروا هكذا لاباطا تارتيني تاعنا. راح تلاحظوا باللي ما تفرشتش معاكم. تقدروا انكم تسخنوها شويه في الميكرووند وتضيفوا لها مغرف تاع زيت، ولا تقدروا ديروا كما انا درت بالكيردون هكذا، تحاولوا كيفاش توزعوها. ومن بعد تحكموا الحبه تاعكم في يديكم تضربوها هكذا شويه باش توزع معاكم الكريمه وتعطيكم وجه املس. كتزيين راح ندير هكذا حبيبه تاع النوازيت كنت قسمتها على زوج، وتقدروا ديروا الورقه الذهبيه ايضا. كما راكم تشوفوا يعني وصفه سهله تخرج لكم كميه كبيره وما فيهاش بزاف تعقيدات، يعني حاجه بزاف سهله. كما تقدروا انكم ما ديروش كامل العجينه تاع الصابلي، ديروا فقط يعني الطبقه المقرمشه هذيك الفوقانيه اللي بدون طهي، راح تجيكم بزاف بنينه. كما راكم تشوفوا هذه الحلوى تاعنا. راني دائما نحاول نشارك معكم هكذا حلويات بسيطه، وانتم ما عليكم غير تبارطاجوا هذه الوصفات. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم. ما تنساوش تجربوا هذه الوصفه للعيد، تبعتوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام. ان شاء الله تكون عجبتكم تاني الوصفه، نعاودوا نكرر لكم. الى اللقاء ومع السلامه.